بصوا، عملت قد ايه من 3 كيلو ونص تين. عملت كام برطمان؟ 4 برطمانات اهوت، منهم 3 كبار واحد صغير، غير ما في كمان هنا في الطبق اهو الحته الباقيه. شوفوا ما شاء الله يكفيكوا لحد ما المدارس تخلص خالص. جربوا الطريقه دي ومش هتندموا. يلا بينا نبدأ وصفتنا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ عايزين قبل ما نبدأ الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة رحنا السوق، اشترينا حاجة السوق وحاجة البيت من السوق، ماشي. ولقينا شوية تين كده لقيناهم في السوق، زغللوا عيني بصراحة. قلت ايه اجيبهم ونعمل مربى للعيال علشان ياخدوها سندوتشات في المدرسة، لان احنا كده كده بنشتريها غالية من بره، ماشي. انا جبت دول 3 كيلو ونص، غسلتهم غسلة حلوة، وصفيتهم حطيتهم في مصفى يتصفوا من المية اللي فيهم. وبعد كده مسكتهم قطعتهم كده تقطيع اي حاجة عايزة تحطها بحالها بتحطها بحالها، مفيش مشكلة. بس احنا لما بنقطعها كده بتستوي معانا بسرعة. خلاص هنجيبها هنقطع التين زي ما انتوا شايفين كده، وهنروح جايبين ايه شوية سكر كده، كوباية سكر. دي اول حاجة، مش هنحط السكر بتاعنا دلوقتي. حوالي كوباية سكر. كوباية السكر ديت احنا هننقع بيهم التين، هنقلب التين كويس وهنحطه في التلاجة. حطيت السكر اهوت وهننقعه شوية، ساعة بالظبط. هنحطه في التلاجة ساعة، وبعد الساعة هنطلعه من التلاجة ونعلق عليه. هرجع لكم تاني بعد ما نكون نقعناه ساعة في السكر ده. ورجعت لكم تاني بعد ما حطيت التين بتاعنا في التلاجة بشوية السكر. بصوا سرد المية اللي فيها اهو، عمل مية اهو، نزل ميته، ماشي. خلاص كده هنجيبه بقى على النار. ولعنا البوتاجاز بتاعنا اهوت، وحطينا الحله بتاعتنا على النار. احنا قلنا دول 3 كيلو ونص، هنحط لكل كيلو كوبايتين سكر. هو كان الناس بتقول لكل كيلو كيلو، لا، كيلو سكر حرام، هتبقى مسكره قوي ومش هتعرفوا تاكلوها. يعني نحط كوبايه ونص سكر، يا نحط كوبايتين حسب ما انت بتحبيها. خلاص كده انا دلوقتي هجيب السكر وهحطه قدامكم اهو. ادي اهو اول كوبايه سكر. هحط السكر بقى زي ما قلت لكم كده، لكل كيلو هنحط كوبايتين او كوبايه ونص، كفايه قوي، لان هو التين اصلا بيبقى مسكر، ماشي. هحط السكر وهرجع لكم تاني واوريكم شكله بقى عامل ازاي. بص اصلا التين احمر من شويه السكر اللي احنا حطيناهم في التلاجة. بص شكله بقى احمر ازاي، جميل، وابتدى يغلي اهو. هحط بقيه السكر وارجع لكم. بصوا انا حطيت السكر اهو، خلاص اهو. هنقلبه بقى وهنسيبه على النار. واهم حاجه الحتت اللي هي بتبقى فيها سكر في الجنب ديت هنمسحها، مش هنخلي السكر بره علشان ما يكرملش، وعلشان ما يعمل لناش كرمله في الحله. خلاص هنقلب بقى كويس وهنسيبه اول ما يغلي كده ويطلع ميته خالص هنوطي عليها خالص شمعة ونسيبها مع نفسها بقى. هتاخد منك ساعة، ساعة ونص، زي ما تاخد، زي ما يستوي معاك التين. وبكده يبقى خلاص خلصنا المربى. اول ما تخلص وانت بتطفي عليها النار هتحطي عصرة ليمون. ما عندكيش ليمون هنحط ملح ليمون. فاحنا عندنا الليمون متوفر اليومين دول، هنحط عصرة ليمونة كده علشان تحفظها، وهتحطها في التلاجة في برطمانات نضيفة.
وبكده المربى بتاعتنا خلصت. هوريها لكم بقى لما تدخل في السوا. ورجعت لكم تاني للمربى بتاعتنا. بصوا قوامها بقى عامل ازاي وتقل ازاي. وطول ما احنا واقفين بقى بنهرس فيها كده. هي هتبقى فيها قطع برضه، هي قطعه اهي، هتبقى احلى مربى. هي كده خلاص خلصنا اهو. لو عندك هاند بلندر ممكن تديها بالهاند بلندر خبطتين كده تنعم معاكي شويه. انا ما عنديش هاند بلندر، عندي الهراسات بعمل بيه. ماشي خلاص خلصنا وهنقص عليها بقى. عندنا الليمونه، هنعصر ليمونه صغيره دي علشان تحفظها وتقعد عندك مده كبيره اهو. هنقلب الليمون اهو. بصوا شكلها من قريب عامل ازاي، بس البخار مش مبين. احلى مربى التين ممكن تعمليها في البيت. وعندنا كيس فانيليا يديها ريحه بس. وبكده خلصنا المربى بتاعتنا. بصوا شكلها بقى اهي بالاضاءه. مربى التين ولا مش مربى التين دي يا متعلمين بتوع المدارس؟ احلى مربى التين هتعملها في البيت، وحاجه نظيفه وحاجه مضمونه تحفه، وشكلها جميل جدا، غير ريحتها جميله جدا، وحاجه معموله في البيت نظيفه ومضمونه وبالهنا والشفا. ودلوقتي احنا محتاجين الحاجات ديت عشان السندوتشات للعيال في المدرسه، فدي احسن طريقه واحسن حاجه تعمليها في البيت لعيالك. شوفوا عامله ازاي، غير قوامها تقيل جدا جميل وبالهنا والشفا. جربوا الطريقه وقولوا لي ايه رايكم. سلام.